مساء الخير، صباح الخير وقت اللي بتشوفوا الفيديو. معكم هنا أحمد. بتمنى تعملوا لي لايك، اشتراك، تكتبوا لي تعليقات حتى أكبر بمحبتكم تكبر القناة. بدنا نحكي عن توقعات شهر نيسان لكل الأبراج وليس لبرج الميزان فقط أو برج بحد ذاته. رح نقول بالأول زحل بالحوت، المريخ بالسرطان، المشتري بالحمل. هذا التموضع مريح كتير لكل الأبراج وبيخفف من الضغوطات كتير وبيخلي معظم الأبراج مرتاحة نفسيا. أما بالنسبة للعالم، الحروب قائمة في معظم الدول وبتتوسع بأي لحظة، المهم السلامة. نبدأ بالأبراج هلا. الحمل، بنقول له للحمل بتنتصر على منافسيك وبتحقق نجاح كبير بعملك. تخرج من الضيق إلى الفرج، عدوك منفصل والنصر حليفك، أعمال جديدة وكسب جديد. أما عاطفيا، في تفاهم كبير مع الشريك وحل الخلافات القديمة. الثور، حان الوقت لترتاح وتتخلص من الهموم والمشاكل وتنفرج الأسارير. عندك عمل جديد وتحقيق أمنية ناطرها من زمان. عاطفيا، في مصالحات وحل الخلافات القائمة وتفاهم لمدى طويل. الجوزاء، انفراجات كبيرة على الصعيد المادي وتسديد الديون قديمة. أنت نجم الأبراج لهالشهر هذا، انتبه من المبالغة والغرور في تقدير الأمور. احمد ربك على النجاح وتحقيق الأماني بدون مبالغة. عروض كتيرة وأعمال كتيرة وكله ناجح. السرطان، وجود المريخ في برجك بيدعمك خلال 40 يوم القادمة. مطلوب منك التحرك والإقدام على عملك ومشاريعك، في تغيير كبير بحياتك، لقاءات مهمة تخص العمل والمشاريع ورح تكون ناجحة وفيها خير كتير. عاطفيا، في مصالحة وعودة علاقة قديمة بتكون ناجحة بالمستقبل. الأسد، الأسبوع الأول للتخطيط والتغيير، عندك سفرات قريبة بتخص العمل والتجارة، في عمل جديد ومشاريع جديدة تبدأ بالنصف الثاني من الشهر. بتزول الهموم والمشاكل وتبدأ الانفراجات. عاطفيا، تراجع كبير بالعاطفة وقلة تفاهم وجفاء من الشريك. العذراء، صار الوقت نتخلص من المشاكل والهموم، في مساعدة من الخارج، بتفرح بالتغييرات القادمة اللي عانيت منها بالماضي. ركز أمورك منيح مشان ما ترجع تتضايق ماديا. عاطفيا، الوضع العاطفي ممتاز، في تفاهم على الخطوبة والزواج من خارج محيطك. الميزان، انتصار كبير على أعدائك، بتوقف كل واحد عند حدوده وبتنتصر على الجميع. مدعوم كتير برج الميزان من أحد الأشخاص لتثبيت وضعك والانطلاق من جديد. لقاء مع ناس مهمة بتعزز وضعك. أخبار سارة بتخص الأولاد والعائلة. أما عاطفيا، استقرار كبير بالعاطفة وتعارف جديد ولقاءات حلوة وتفاهم على عمل شراكة. العقرب، في تعويض كبير عن كل الخسائر الماضية، في دعم مادي ومساعدة من الأصدقاء، بتدعم موقفك ووضعك المادي والمعنوي. في عندك مكافأة مادية واستلام منصب جديد. أما عاطفيا برج العقرب، أي تعارف جديد بهالشهر بيكون في خير وبشائر فرح. القوس، تتقدم بخطوات ناجحة مدعوم من المريخ من برج السرطان، بيتحسن وضعك بشكل ممتاز هالشهر. مطلوب منك التحرك السريع بدون خوف. النجاح حليفك بكل خطواتك. أما عاطفيا يا قوس، خفف من التوتر ولا تأخذ أي قرار سريع إذا كان مصيري. الجدي، عروض أعمال وعرض سفر، لا تتردد بالقبول. شهر في حركة كبيرة ومفيدة بتفيدك لكل الشهور القادمة. اتحرك بدون خوف. عاطفيا يا جدي، افصل العاطفة عن العائلة، بصير تفاهم، غير هيك تفشل هالشهر. الدلو، وجود زحل في بيت المال عندك بيعطيك مرابح كبيرة ورزق كتير، وخاصة في مجال الإلكترونيات والمعلوماتية وكل ما يخص أدوات الكهرباء. عاطفيا يا دلو، ابتعد عن التغيير والتبديل حتى تنجح. الشريك العاطفي غير مرتاح معك هذا الشهر.
الحوت. شهر خير ورزق وأعمال بتأسيس لشهور كتيرة في مرابح كبيرة إذا اشتغلت بالتجارة، وخاصة تجارة العقارات والأراضي والأعمال الزراعية. بشكل عام برج الحوت ناجح السنة كلها ومرتاح ماديا، في ترفيع بالعمل ومناصب جديدة واستقرار مادي طويل. عاطفيا يا حوت، انت ناجح بكل شي هالشهر، واي تعارف جديد رح يدوم طويلا. كل الحظوظ السعيدة لكل الأبراج بشهر نيسان، ونحن هلأ بشهر رمضان. بشهر نيسان بنقول كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك، ورمضان إن شاء الله أيام سعيدة وفضيلة وكله خير على كل الناس، وينعاد عليكم بالصحة والعافية. إلى فيديو آخر، لا تنسوني من اللايك، لا تنسوا من التعليقات، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. بحبكن كتير. كانت معكن هنا أحمد.